ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. جايه لكم بقى بوصفه خطيره جدا وفي منتهى الجمال، والناس كلها اللي بتحبها تحبها زياده، وفي نفس الوقت الناس اللي متعوده انها تاكلها يا جماعه من بره اعتمدوا الوصفه دي، علشان اوعدكم انتم مش هتجربوها تاني من بره بعد ما تجربوا الوصفه دي. حاجه كده في منتهى الجمال جايبه لكم النهارده بقى يا جماعه حلقات البصل المقرمشه، حاجه كده وهميه وهميه بجد. وهوعد كمان للناس يا جماعة اللي أول مرة تجربها هتجربوها وبجد مش هتندموا وهتعتمدوها إن شاء الله في بيوتكم كلكم بإذن الله. بس أهم حاجة لو أول مرة تشوفيني، أنا اسمي نورة جمال. لايك وشير واشتراك في القناة، وما تنسيش تضغطي زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوة كتير زي اللي انتوا بتكتبوها. يلا نسمي الله. معايا بقى بصلتين قطعتهم حلقات بالشكل ده. بصوا يا جماعة، ما بين الحلقات لازم تطلعوا القشرة دي عشان بتبقى مزعجة بجد جدا في الأكل. حطيت بقى اول حاجه نص كوبايه من الدقيق، وحطيت معلقه كبيره من النشا، ومعلقه بابريكا، ومعلقه ملح، ورشه فلفل كده بسيطه. وبعد كده قلبت كل المكونات الناشفه دي. طبعا هسيبها طبعا على جنب دلوقتي لحد ما اخلص المكون التاني. معايا كوبايه من اللبن وبيضايه. طبعا ممكن تسيبوا خالص من اللبن والبيض، ممكن تعملوها بميه برضه هتطلع معاكم مقرمشه جدا وما فيهاش اي مشاكل. البهارات بقى بالدقيق اللي احنا عملناه هنزل بقى واحده بواحده كده بالدقيق والبيضه، باللبن والبيضه على على الدقيق نفسه، وهقلب واحده واحده بالشكل ده. اهم حاجه ما تحطيش بسرعه، وفي نفس الوقت ما تحطيش كله مره واحده علشان ما يطلعش منك سائل خالص. احنا مش عايزينه سائل خالص، احنا عايزينه يتبهر كويس ويبقى في الخلطه بتاعته كويسه. هفضل اقلب بقى فيه لحد ما تاخد خلاص بصوا يا جماعه اهو، لمتها وخلاص كده كفايه خالص. خفيفه شويه بس انا مش عايزاها تقيله قوي ولا اخف من كده. كده انا سبت بقى شويه لبن على جنب علشان بعد ما بتعوصي البصل في الدقيق ويتحط في الخلطه. طبعا الخلطه بتاعتك بتنشف شويه، بعد كده هتزوديهم شويه اللبن دول، مش هنرميهم يعني ان شاء الله ولا الكلام ده خالص. بحط بقى اول حاجه معايا البصل، ومعايا فيجيتار عادي او بقسماط مطحون. بحط اول حاجه البصل كده في الدقيق وعشان الخلطه تلزق فيه، وبعد كده بحطه في الخلطه بتاعتنا اللي احنا لسه عاملينها مع بعض، وبعد كده بحطها في الفيجيتار على طول. الفيجيتار طبعا ممكن يتبدل بقسماط مطحون، مفيش اي مشاكل. اي نوع فيجيتار عندك هيطلع مكرمش ومية في المية هيطلع مظبوط باذن الله، مش حاجه يعني معينه ولا الكلام ده خالص. هفضل بقى اقلب بقى فيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطبعا واحده بواحده بعملها. هحطها على صينيه، طبعا صينيه تكون خارجيه كده ناشفه وما فيهاش ميه خالص علشان الخلطه بتاعتك ما تبص منك. طبعا لازم بقى تكوني مسخنه الزيت من قبلها، وطبعا الزيت ما يكونش حامي قوي وما يكونش بارد خالص، خير الامور الوسط كده علشان ما يطلعش معاكي مش مقرمش. لازم تبقى ايه حاجه كده خير الامور الوسط. بحط بقى في الزيت، مش حاطه كميات زيت كتيره ولا مبهوجه ولا الكلام ده خالص، لا زي الطاسه العاديه بتاعتك خالص. وحطي فيها بتحمري حاجه عاديه يعني مفيش مشاكل. وبتحمر اهو، بتقلبيه طبعا على الجنبين وتاخدي بالك منه على نار واطيه، مش على نار عاليه. يعني تبقى نار مايله كده شويه للوسط، يعني تبقى عاليه شويه صغيرين بس. طلعيها بقى من الزيت على طول على مناديل مطبخ ولا حاجه زي كده علشان تشرب الزيت لو فيها زيت زياده، لكن هي اعتبريها ما فيهاش زيت خالص. ولو عايزه تحطها في طبق التقديم ما فيش مشاكل، بس المعلقه اللي انت بتطلعي بيها علشان ما توقعش الزيت ولا الكلام ده خالص، احنا تتجنبي بس كده. يعني هو يعني بصوا يا جماعه المنظر حاجه يعني كده في منتهى الجمال، يعني حاجه بتتكلم عن نفسها بجد. سهل وبسيط وما خدش مننا وقت خالص. وبطلوا بقى تشتروا من بره، وبطلوا الحاجات اللي احنا بنجيبها من بره دي بجد. يعني بصراحة الحاجة بتتعمل في البيت احسن 100,000 مرة من اللي احنا بنشتريها من بره. جربوا الوصفة دي بالذات هتلاقوها فعلا ادمان، ومش هتبطلوا ان انتوا تعملوها، ولو عملتوها مرة هتعملوها التانية والتالتة بإذن الله. كده بقى يكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتضغطوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوة كتير.